بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة بقدم لكم أحلى بيتزا بالخضروات. شايفين الجمال؟ جميلة جدا، هشة وجميلة وطرية وروعة، ومحمرة من تحت ومحمرة من الجناب، واقتصادية جدا. كل حاجتها موجودة عندنا في البيت، في أي لحظة نفكر نعملها هنقوم نعملها زي ما انتوا شايفين. يا رب تعملوها وتجربوها معايا وتعجبكم إن شاء الله بإذن الله. فعلا جميلة ما شاء الله، واقتصادية جدا جدا جدا، ويمكن دي الميزة اللي فيها كمان. ده غير الطعم الرائع. بيتزا بالخضروات، ببصل، بتوم، ببصل، بفلفل سوري مش توم، ببصل وفلفل رومي وفلفل حامي وحلقات طماطم، وبصل بيبقى دبلان على النار شوية. دلوقتي أوريكم طريقته، وبتاكلوا أحلى بيتزا. ودلوقتي الخطوات. للعجن كيلو دقيق، بضيف عليه قليل من الملح، معلقة سكر مثلا كبيرة. أيوة قبل كده بحط الردة، أنا بحب أضيف ردة جدا جدا للبيتزا، بتخلي عجينتها جميلة جدا وصحية جدا. كبشة ردة بإيديك كده تحطيها على الكيلو دقيق، ومعلقة سكر وشوية ملح صغيرين، ومعلقتين خميرة صغيرين ممسوحين. يبقى ملح وسكر وخمير وكبشة ردة على كيلو دقيق. هي دي المقادير الجافة، بمنتهى البساطة. وهقلبهم على بعضهم بإيديا. بحيث ان الردة تختلط في كل دقيق. الردة دي سحر سحر في البيتزا يا جماعة، جربوها هتلاقوا نفسكم في كل بيتزا هتحطوا فيها كبشة ردة، كبشة ردة كبيرة. طبعا بكون محضرة مية دافية خفيف جدا، يعني زي ايه كده البيبي لما بيجي ياخد الرضعة بتاعته. وهصب، انا بملى جنبي برطمان مية دافية وبحط منه للقدر اللي انا محتاجاه في العجين، واعجن بايديا. بلم العجينة بايديا كويس بالمية كل ما بحتاج، بس لما بحط قليل قليل، يعني مش بحط ايه البرطمان كله. وخصوصا اللي لسه بيعجن لاول مره ما يحطش عجين. يمكن انا حطيت شويه اكتر ان فاهمه انا بحط ايه، لكن اللي بيعجن لاول مره يحط قليل قليل من الماء. هنا انا خدت العجينه على الرخامه عشان اكمل عجنها، وخدت شويه زيت في ايديا وابتديت الم في العجينه تاني واعجن فيها. كل ما تعجني عجينه البيتزا كل ما تديكي نتيجه حلوه، لان دي المعجنات هي كده تديها عجن كتير. بس انا ما بتعبش نفسي قوي، انا في طريقه عندي بسيبها ترتاح شويه في الحله، وبعمل حاجه تانية كده حواليا وبرجع لها تاني، واروح جايه عجناها كمان عجنه بتبقى سهله جدا، وبتديني نتيجه حلوه بقى جدا في الارتفاع بتاع البيتزا وفي انها تكون هشه وتكون طريه. هنا على الرخامه بكمل العجن ما شاء الله. وانا بوريكم العجن ازاي، عشان ايه العجن ده عليه ايه اهميه كبيره في نجاح البيتزا.
هنا اهوت بلمها بقى واحطها في حلة مدهونة بالزيت ترتاح شوية العجينة، وهرجع لها كمان مرة بعد ما اخلص شوية خطوات في ايديا. ليه؟ بتدي نتيجة حلوة قبل ما برجع لها كمان مرة دي، وعجن كمان مرة بتدي نتيجة هايلة للبيتزا ولأي عجين على فكرة. فهنا اهوت انا هغطي عليه وهشده في فرن البوتاجاز ترتاح لغاية ما اعمل شوية خطوات. دلوقتي انا بعمل البصل 3 4 بصلات حلوين كبار كده، بفركهم كده بايديا، بعملهم حلقات رقيقة بفركهم بايديا كده جوه طاسة عميقة. كتري بصل 4 5 كتري بصل لان دي بيتزا بالبصل والخضروات ما اجملها. بحط ملح وفلفل على البصل وبقلب تاني بتعكم بيه. الله على ريحته مع البصل جميلة جدا. فلفل اسمر وملح وبدعك بقى مع الايه تاني بوزعه كده توزيع كويس. بحطه على النار بوطي النار، ما بحطش غير نقاط بسيطة من الزيت، صدقوني نقاط مش اكتر. وابتدي بقى اقلب فيه حبة حبة كده. لغاية ما يبقى معايا. بسيب البصل دلوقتي وبرجع لكم على الصلصة. الطماطم انا دايما بروح جايه غليها في ميه، بحطها تنزل ميه تغلي مع نفسها كده، ولما تبرد بضربها في الخلاط، بتبقى دي الصلصه بتاعتي. ضربت الصلصه في الخلاط وحطيتها على النار في حله بدون اي اضافه دهون. يعني مفيش اي دهون هنا على الصلصه. اما بتغلي الصلصه بروح جايه حاطه عليها شويه ريحان، خل، سكر، بحولها كانها كاتشب. بحط خل وسكر شويه حلوين، وبحط شويه ريحان وهي دي، واسيبها تبرد. هي دي صلصه البيتزا بتاعتي، الاساس بتاع الصلصه بتاعت البيتزا بتاعتي. لو عندك اضافات تانية حطيها. انا هنا قعدت الصلصه بقى معايا على النار تاخد وتدي كده مع نفسها. انا بعمل تركه ساعات في الصلصه، بس انا دلوقتي حطيت الخل لاني انا حسيت خلاص انها كده اتسبكت وخلصت. بحط بعد كوبايه صغيره خل، يعني من بتوع القهوه، كوبايه قهوه خل. يعني مثلا ايه، نقول نص كوبايه، لو كانت كبيره بنص كوبايه خل، وسكر 3 معالق سكر كبار مليانين. وبقلب. ده الاساس في الصلصه بتاعتي، السكر والخل، يعني يبقى طعمها طعم الكاتشب. طيب انا عندي ريحان اضيف ريحان، عندي زعتر اضيف زعتر، كلها اضافات جميله جدا وصحيه جدا. فانا كان عندي ريحان فاضفت معلقتين كبار ريحان. كل الصلصه دي من غير مواد دهنيه يا جماعه. والبصل اللي على النار دلوقتي بردك هو كمان بياخد بيدي مع بعضه برضه بدون مواد دهنيه الا بعض النقاط البسيطه جدا من الزيت، نقط بسيطه قوي. البيتزا اقتصاديه جدا، معتمده على الخضار. هنا انا حسيت ان الصلصه عايزاها تتقل وهي بنفس قوامها ده، مش عايزه اغيب عليها اكتر من كده. فقلبت معلقه نشا صغيره في كوبايه صغنونه، في نص كوبايه ميه صغيره، او انا عامله هنا كوبايه قهوه، فنجان قهوه صغير ازاز كده. حطيت فيه معلقه النشا الصغيره واضفتها على الصلصه. ودي تركه انا دايما بعملها في صلصه البيتزا.
خلصت خلاص، بحط نقطتين زيت صغنطاطين يلمعوها بس للتلميع، مش اكتر ولا اقل. وارجع للبصل تاني. الله، هلاقيه بقى ايه اهو، طلع ميته وبيستوي جوه ميته. اعمل ايه ساعات بلاقيه لزق، احط نقطه ميه صغيره. وده اللي حصل، انا فعلا حطيت نقطه ميه، يمكن ما صورتها لكوش بس انا حطيت وقلبت عشان ما يلزقش في الطاسه. يعني اذا احتجت هحط نقطه ميه لكن مش هحط زيت. وهقلب وهقلب لغايه لما هيوصل معايا للون ده، بقى دبلان وخد بعض الاحمرار. ارجع اشيل بقى البصل من على النار، ورجعت تاني للعجينه بتاعتي اللي ارتاحت الفتره دي كلها. شفتوا بقت عامله زي الملبن ازاي؟ الله الله، في نفس الحله كده اعمل فيها. طلعتها بره، اديتها عجنه كمان خفيفه كده ناعمه وجميله جدا وسهله جدا دلوقتي ومسليه كمان. اللي يجرب العجين هيحبه قوي قوي. خلاص احطها، هي مجرد دقيقه دقيقتين وبنحطها تاني في فرن البوتاجاز. هنا الخضروات بتاعتي: طماطم، فلفل رومي، فلفل حامي فقط لا غير. هقطعهم كلهم ترانشات: طماطم، فلفل حامي، فلفل رومي. انا كده حضرت الخضار بتاعي: البصل، الطماطم مقطعه ترانشات، الفلفل الرومي قطع ترانشات رقيق رفيع، والفلفل الحامي طبعا للي بيحب الفلفل الحامي. والبصل طبعا عندي ايه موجود هو كمان، وخلاص يعتبر ان هو بارد كده. هي دي الخضروات كلها اللي انا بستخدمها. وجبت خرجت تقريبا بعد ساعة كده خرجت العجينة بتاعتي. ما شاء الله ده شكلها، ما شاء الله ما شاء الله، عاملة كده زي ايه غزل البنات. دلوقتي خفة كده امسك العجينة. الله الله، بفردها اسطوانة. وانا هعمل بيها ايه 4 صواني. انا الكيلو عندي بعمله على 4 صواني، ما بحبهاش تخينة قوي، معقولة. 3 ممكن بس هتبقى تخينة، فانتي واللي بتحبيه. بس انا بالنسبة لي 4 صواني بتبقى ده الشيء الكويس. بعمل كل قطعة بدورها كده بخفة كده مش بالجامد. الله، هي اصلا خفيفة وجميلة ما شاء الله. هاخد من حتة وادي في حتة، بلاقي ساعات واحدة اكبر من واحدة، بعمل توازن ما بينهم. هاخد تاني من التانية احط في التانية. حسيت ان دي خفت احط فيها تاني. يعني بعمل ال4 تقريبا بقدر الامكان يكونوا قد بعضهم. ما شاء الله 4 بيتزات حجم كبير. انا الصواني عندي حجم كبير، اكبر حجم من البيتزا يعني. يعني انت لو عندك لو صوانيك اصغر من كده لا هتعملي اكتر من 4 بيهم. ماشي. انا بالنسبه لي ال4 دول حجم كبير. بستخدم المردانه وساعات بيبقى بايديا سيان، ساعات كده وساعات كده. المره دي قلت ما استخدم المردانه وادورها كده بالمردانه واسهل الامور على نفسي. اهو بحاول اجيبها مدوره مدوره بالمردانه. طبعا بدهن الصواني زيت. انا صوانيه حجم كبير يا جماعه عشان كده هم 4. لو صوانيك اصغر من كده هيبقوا اكتر من 4. الله، بتتفرد معايا ما شاء الله بمنتهى السهوله ما شاء الله.
بشيلها، الصينية مدهونة زيت كويس، بحطها وبوزعها بقى على الأطراف بتاعت الصينية. لو لقيت في أي مرة العجينة مش ماسكة كده ما بتشد، بريحها شوية وبرجع تاني أفرد تاني. العجينة لما بترتاح بترجع تتفرد تاني بمنتهى السهولة. الله، هنا فردتها لكم يا بنات اهي، ومساعدة المردانة. الله الله، كده سمكها جميل جدا. بحبهاش تكون يعني اتخن من كده الحقيقة، لان هي لسه هتخمر تاني في الصينية، هتخمر تاني كتير في الصينية، يعني عند الضعف لسه في الصينية. طبعا الصلصة بتاعتي بقت باردة، والبصل بتاعي بقى بارد. بعد الحاجات دي كلها بحط الصلصة بالكمية اللي انا عايزاها، بس كل ما بتكتري الصلصة بيدي طعم اجمل على فكرة. يعني كل ما بحط صلصة في البيزك كده بتاع قبل الخضروات حلوة شوية وافيين حلوين، بيدي طعم جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. نزود صلصة كمان، الصلصة جميلة، ليها طعم جميل جدا بالخل والسكر، بيخلوا طعمها جميل جدا كأنها كاتشب بالظبط. ومش شرط تحطي ريحان او زعتر، لو ما عندكيش مفيش مشكلة، في الأصل يعني السكر والخل. ابتدي اجيب البصل. عملت البصل ده على 4 تكويبات، يعني هو البصل كله عملته 4 4 بالذات، فقسمته 4 تقسيمات عشان يبقى موجود لكل بيت زي البصل بتاعها. هنحط البصل نوزعه. على فكرة في بيتزا بتبقى بالبصل فقط لا غير، مفيش حاجة تانية عليها غير البصل، يعني ولا فلفل ولا طماطم ولا حاجة. هي بيتزا بالبصل مع كوباية شاي سادة وتعشي بقى، تحفة. هنوزع البصل، احط الفلفل رومي وحامي، واللي ما بيحبش الحامي مش هيحط اكيد، بس الحامي متعة في الاكل مع البيتزا، بيعليها جدا. طبعا هنا كان عندي فلفل اخضر، لو عندي فلفل الوان احط، بس ما عنديش بحط الاخضر. خلصت الفلفل، وبعدين احط الطماطم الترنشات، اوزعها على كل الصينيه، انها دي بقى ما بتتحط تحت الشوايه بتبقى تحفه وطعمها جميل جدا. احلى خضروات، بصل وطماطم وفلفل، احلى خضروات. الله، مفيش اسهل من كده يا بنات. طبعا انا بسخن الفرن ربع ساعه كده على درجه حراره 170. بسخنه جنبي لمده ربع ساعه، وبحط رف في الوسط او شبكه، وبحط البيتزا في الوسط لمده 12 دقيقه. اشغل الشوايه في الاواخر، تمام التمام، بتبقى كده البيتزا اتعملت على درجة حرارة 170. فرن سخن لمدة ربع ساعة أولا قبل ما أحطها، وافتح عليها بعد 10 دقايق كده، واشغل الشواية دقيقتين 3 كمان، بتبقى البيتزا كده تمام تمام. وهتلاقوها كده ليها قرمشة من تحت وقرمشة من الجناب، عشان الردة دي هتديها إضافة حلوة قوي قوي، وهتاكلها مختلفة جدا بسبب الردة، جربوها والله. هنا طبعا أنا هعمل كده ال4 صواني بالطريقة دي، وادخلهم صينيتين صينيتين الفرن، حسب بقى حجم فرنك.
إذا كان بياخد صينية أو صينيتين. وزي ما قلنا 12 دقيقة. دي صينية تانية، دي أنا عاملاها من غير فلفل حامي. هنا بقى الصواني، ما شاء الله ما شاء الله، شكلها قد ايه جميل بعد ما طلعت من الفرن، رائعة. بنحركها بمنتهى السهولة من الصينية، ولا لازقة ولا حاجة، عشان أنا كنت عاملة صينية مقرمشة، وعاملة صينية على فكرة بيضة. الصينية اللي ماسكاها فيها دلوقتي دي بيضة من تحت، لأن عندي ناس بتحب البيتزا اللي هي ظهرها من تحت يبقى أبيض، ما بتحبوش محمر، وعندي اللي بيحبه من تحت عايزه محمر. فدي في ايديك وانت بتسوي، لكن الاتنين مش لازقين، الاتنين هايلين مستويين وهشين، وريحتهم جميلة وشكلهم بصراحة روعة، يعني كأنها لوحة فنية. هقطع لكم البيتزا دلوقتي قدامكم. الله الله، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، جميلة والله، وحاجة البيت والله كلها. صدقوني كانت كلها الحاجات في البيت، ما جبتلهاش حاجة من بره، كانت حاجتها فعلا في البيت للأمانة، قمت عملتها من جوه البيت ليكم. ما شاء الله، تحفة يا جماعة. بغرفها في الأطباق، تدي كل واحد طبقه كده. الله، صحة وهنا يا رب على ياكلوها وعلى يشوفوها اللي يعملوا زيها يا رب. يا رب صحة وهنا يا رب على الجميع يا رب، في كل وقت وكل حين. يجعلنا من الأصحاء يا رب جميعا، اللهم آمين. الله، حضرتك تقدمي طبق جميل كده لولادك بحاجات عندك في البيت، وشيك وجميل جدا. أتمنى تجربوه، أتمنى تجربوه فعلا يعني. وحطوا شوية الردة وما تنسوش.